السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة المحشي الكرنب بطريقة حلوة قوي. الطريقة دي بجد هتعتمدوها، سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنا معايا كرنب حجمها متوسط، ولا كبيرة ولا صغيرة. همسكها كده بقى، هجيب سكينة عندي وهقطع بقى القلب بتاعها كده من فوق، بحيث ان انا اعرف اسلقها واعرف اوريها كده براحتي يعني. بصوا زي كده، زي ما هعمل كده بالظبط. بصوا عملتها ازاي. زي كده. احنا ممكن نسلقها بطريقتين. ممكن تسلقيها سليمة كده زي ما هي وتورقيها في المية، وممكن تفككي الورق كده مع نفسك، وبعد كده تحطيه في المية السخنة. تعالوا نشوف هنسلقها ازاي كده. معانا هنا مية سخنة، هنزل فيها بمعلقة من الملح. بعد المية بقى ما غليت معايا، بصوا، لو انا هسلقها ورقة ورقة، انا هوريكم الطريقتين. همسكها بقى كده بالراحة، يعني يعتبر 15 ثانية 20 ثانية بالظبط، وهاجي مخرجاها. مش ههري الورق، انا يدوب بس يدبل معايا كده، يعني يعتبر نص سلقة. بصوا هقلبه في المية السخنة كده، وبعد كده اطلعه على الصينية بتاعتي. بصوا هعمل معاكم واحدة تانية، هنزلها في المية لمدة 15 20 ثانية كده، وبعد كده هخرجها. ممكن بقى نسلق بالطريقة التانية. بصوا زي كده، اللي هو تحطيها سليمة زي ما هي، وتورقيها انتي بقى في المية واحدة ورا واحدة، واللي تتسلق تطلعيها. هسلقها بقى كلها وبعد كده ارجع لكم. بكده بقى خلصت الكرومبة كلها. بصوا الورقة عاملة معايا ازاي، يعني اللي هو تمسكيها تشديها كده ما تتقطعش معاكي. انا مش عايزينها مهرية علشان الوصفة تطلع صح. بصوا بقى همسكها كده، هقطع العصاية بتاعتها كده، يعني العروق بتاعتها انا هشيلها. وبعد كده بقى هبدأ ان انا اقطع الورق بتاعي على زي ما احب، يعني لو انتي حابة تقطعيها كبيرة صغيرة يعني براحتك. انا هقطعه متوسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، انتي بقى على حسب ما تحبي. همسك بقى كل الكمية بتاعتي هقطعها كده بنفس الطريقة، هشيل عروقها، وبعد كده هقطعها بقى حجم متوسط كده، بحيث ان انا اجهزها معايا واسهل معايا عملية ان انا الف وكده. كده بتسهل معاكي الوصفة. بصوا بقى بعد ما قطعته، همسك بقى الورقة بتاعتي، هقسمها كده برضو على الحجم اللي انا عايزاه، على حسب يعني انتي بتحبي الصابع رفيع تخين براحتك. بصوا هخلص كل الكمية وارجع لكم. بصوا هنا بقى خلصت كل الكمية بتاعتي، كده انا جهزت الورق بتاعي. بصوا كل الورق عملته يعني حجمه قد بعضه. يلا بينا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. معايا هنا حبة زيت حلوين، هنزل فيهم بثلاث بصلات كده متوسطين، بس هحوش منهم كده معلقتين. مش هسويهم يعني، هسيبهم كده، هقول لكم هعمل بيهم ايه. هقلب بقى البصلة بتاعتي كده لحد ما تدبل معايا. بعد كده هنزل عليها بمعلقة من التوم، والثوم اختياري، لو انت مش بتحبي الثوم في المحاشي براحتك، بس انا بصراحة بحب الثوم. نزلت بقى يعني بيدوله طعم كده وريحة بصراحة. بعد كده نزلت بقى بمعلقتين من الصلصة، هقلبهم كده بقى دقيقتين. بعد كده بقى معايا نص كيلو من عصير الطماطم،
انا ضرباها بس مش مصفياها. عصير الطماطم بتاع المحشي مش بيتصفى يا جماعة. بعد كده بقى معايا معلقة سكر عشان الصلصة، ومعلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، كزبرة، كمون، والحمرة دي بهارات محشي، بتخلي بجد المحشي في حتة تانية. هسيب الطماطم بقى بتاعتي كده لحد ما تتسبك. بصوا انا هسيبها دقيقتين تاني كده لحد ما تبخر المية كلها اللي فيها. كده طفيت عليها. معايا هنا بقى نص كيلو من الرز. نص كيلو الطماطم بياخد نص كيلو رز. هقلبهم بقى كده في بعض شوية. تعالوا نشوف الاضافات التانية. معلقتين البصل اللي انا حشتهم انا هحطهم عليها، بيدي تسكيرة كده بصراحة في الرز، يعني بيبقى طعمه حلو. معايا هنا بقى حزمتين من الخضرة مشكلة انا نزلت بيهم. بعد كده نزلت بمعلقة كزبرة صغيرة، ونص معلقة فلفل اسود، معلقة كمون صغيرة، وظبطت الملح بتاعي. يعني انا قسمت التوابل على مرتين، مرة في الصلصة ومرة في الرز. بعد كده بقى بصوا، عايزين تلفوه بالطريقة دي براحتكم. ممكن تلفوه يعني ترفعوا الورقة كده على ايديكم وتلفوه برضو كده بالطريقة دي، على حسب ما بتحبي انتي بتلفيه ازاي. بصوا ممكن نلفه كده، ممكن نحطه على ايدينا ونلفه بالطريقة دي. هخلص انا بقى كل الكمية اللي معايا وارجع لكم. هنا بصوا بقى كنت خلصت. الورق بقى الزوادات اللي معايا كده اللي انا محتاجتهاش هحطه كده في الحلة بتاعتي من تحت. وكمان هحط الخضرة، باقي الخضرة اللي طلعت من الخضرة اللي انا حشتها، العروق بتاع الخضرة هحطها كمان، بتدي ريحة حلوة بصراحة في المحشي. هرص بقى الكرنب بتاعي كده. بعد كده بقى هرفعه على النار. عندي بقى شوربة لحمة بقى، شوربة فراخ، على حسب انتي ما تحبي. بصوا الشوربة مش بتغطي المحشي، الكرنب بالذات الشوربة مش بتغطيه عشان ما يتعجنش معاكي. انتي بتساوي كده الشوربة باخر صف من المحشي، وبعد كده انا حطيت عليه طبق عشان ما يتفكك. وكده استوى معايا. بجد الطريقة دي تحفة، جربوها هتعجبكم قوي. تعالوا بقى نغرفه مع بعض. بصوا عامل ازاي، كان لسه طبعا سخن. جربوا الوصفة دي يا جماعة، بجد تحفة، بجد كان طعمه تحفة. والرز مش معجن ولا اي حاجة. بصوا عامل ازاي. كده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.